والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي فرسان أولى ثانوي. إن شاء الله النهاردة هنحل على درس عوامل قيام الحضارات. يلا بينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يلا بينا على جزء الحل. ظلت هذه المعابد المصرية الموضحة بالصورة المقابلة صامدة وشامخة إلى الآن بفضل عدة عوامل. المعابد المصرية دي فضلت من تاريخ الفراعنة لغاية ما اتبنت لغاية وقتنا هذا واقفة بسبب عمتك مين؟ بسبب عمتك جفاف. الجفاف يعني ايه؟ يعني الظروف المناخية. يدل محتوى الشكل المقابل والذي يمثل المثلث الحضاري في العالم القديم أن ضلعه الأيسر يتشابه مع القاعدة. ضلعه الأيسر يتشابه مع القاعدة في إيه؟ في سيادة المناخ المعتدل، ولا انتشار البيئات الفيضية، ولا امتلاك الموقع المتميز، ولا القرب من الحضارة الغربية. بلاد النيل بتقترب من الحضارات الغربية، تمام؟ المحتوى الشكل المقابل والذي يمثل المثلث الحضاري في العالم القديم أن ضلعه الأيسر يتشابه مع القاعدة في إيه؟ الضلع الأيسر ده في وجه تشابه مع شبه الجزيرة العربية. إيه هو وجه الارتباط؟ في وجه التشابه امتلاك الموقع المتميز. من عوامل ازدهار التجارة الداخلية في مصر الفرعونية، اعتدال المناخ، اختراع العملة، تنوع المحاصيل، الموقع الجغرافي. الاعتدال المناخ قلنا بيعمل ايه؟ ان بيعمل نشاط بشري. اختلاف المناخ ادى الى تنوع المحاصيل عملت ايه؟ عملت ازدهار التجارة الداخلية. تمام يا باشا؟ يتضح من خلال تحليل الخريطة المقابلة أن حضارات مصر وفينيقيا واليونان اشتركت في حاجة واحدة. مصر، فينيقيا واليونان التلاتة دول اشتركوا في ايه؟ اشتركوا في ده. مين ده؟ البحر المتوسط، يعني الاشراف على مسطح مائي واحد. تظهر الآثار الإيجابية لنهر النيل على الحضارة المصرية في المجال الاجتماعي. يعني في أثر إيجابي لنهر النيل في المجال الاجتماعي، يعني المجتمع المصري، يعني الشعب المصري بشكل مباشر من خلال دوره في تنشيط التجارة الخارجية، دوره في تنوع المحاصيل الزراعية، تأثيره على التواصل والتماسك بين المصريين، وجود الجنادل التي تعد درع واقي لمصر جنوبا. تأثيره على التواصل والتماسك بين المصريين. أبرز العوامل التي ساهمت في إظهار عظمة الحضارة المصرية، يعني الحضارة المصرية بانت وظهرت لنا كلنا. ايه هي من الحضارة اللي ظهرت لغاية تاريخ الساعة؟ أبرز العوامل التي ساهمت في إظهار الحضارة، بينت لنا الحضارة المصرية القديمة، مش الأهرامات،
تمام؟ يبقى هي ايه؟ الثروات المعدنية، يعني الأحجار والثروات المعدنية. أي من عوامل قيام الحضارات في العالم القديم الأكثر أهمية في إنشاء ما توضحه الصورة المقابلة؟ عوامل قيام الحضارة. عوامل، هو عايز العوامل اللي بينت لنا الحضارة دي. طب الحضارة دي، الصورة دي فيها ايه؟ فيها أهرامات. الأهرامات دي فيها ايه؟ فيها أحجار. الأحجار دي اتبنت فوق بعضها ازاي؟ عن طريق الإنسان. كفاح الإنسان وموارده الطبيعية، ولا وفرة الثروات المعدنية والموقع المتميز؟ الموقع المتميز والمناخ المعتدل. المناخ المعتدل ووجود الأنهار. أحجار، ثروات معدنية، أهرامات، بناء بشري. يعني كفاح الإنسان ومجهود الإنسان والموارد الطبيعية. الجسر الذي عبرت من خلاله حضارات الشرق القديم إلى مختلف أرجاء العالم القديم. الجسر يعني الكوبري، يعني التواصل مع حضارات العالم القديم. كان سببه مين؟ سبقه الموقع الجغرافي. تترتب على عدم وجود حواجز. عدم وجود حواجز بين حضارات العالم القديم بالنسبة لمصر. مفيش حواجز بالنسبة لمصر. إسراء التبادل الثقافي والفكري، القدرة على مواجهة الأخطار الطبيعية، التمكن من بناء المعابد والأهرامات، تحقيق الأمن والاستقرار ضد الأعداء. إسراء التبادل الثقافي والفكري. 10. استطاعت الحضارة الفينيقية بناء المظهر الحضاري الموضح بالصورة المقابلة من خلال استفادتها. يعني الحضارة الفينيقية بنت المعبد ده. الحضارة الفينيقية استفادت وبنت المعبد ده عن طريق مين؟ عن طريق موقعها الجغرافي، ولا عن طريق مواردها المائية، ولا مناخها المشمس، ولا ثرواتها البشرية؟ ثرواتها البشرية. اللي يقدر يعمل ده هما البشر. اللي يقدر يبني مين؟ البشر. البشر يبني ايه؟ يبني المعبد. يبني بايه؟ بالثروات المعدنية والأحجار. طب هو هنا ما حطلناش أحجار، يبقى النشاط البشري. تنطبق مواصفات الحضارة الموضحة بالشكل المقابل على، تعال نشوف مواصفات الحضارة في الشكل ده. فيها موقع جغرافي وهمزة وصل بين الشرق والغرب وتوافر عوامل الاستقرار. بلاد الرافدين، الحضارة الفينيقية، الحضارة الرومانية، حضارة بلاد اليمن. الحضارة بلاد الرافدين لا. الحضارة الرومانية برضو لا. حضارة بلاد اليمن لا. مين هي؟ الحضارة الفينيقية. وهب الله سبحانه وتعالى مصر العوامل الطبيعية التي ساعدت على قيام حضارتها. في ضوء العبارة السابقة، أي من العوامل الآتية كان لها الفضل الأكبر. الفضل الأكبر في قيام الحضارة المصرية القديمة. اللي ليها الفضل الأكبر الحاج نهر النيل. أي مما يلي كان الأكثر تأثيرا في قيام الحضارة المصرية القديمة، ويتفق مع نظرية المؤرخ والديورانت. يعني في حاجة، عامل من العوامل الطبيعية ده يتفق مع نظرية أستاذنا والديورانت. الموقع الجغرافي المتميز، وفرة الثروات المعدنية، توافر الحدود الطبيعية، نهر النيل والسهول الخصبة.
أي مما يلي كان الأكثر تأثيرا في قيام الحضارة المصرية القديمة. يعني ساعد على قيام الحضارة المصرية القديمة وأثر فيها تأثير بالغ، ويتفق مع نظرية المؤرخ ويلديورانت. ويلديورانت كان بيقول إيه؟ كان بيقول نظام اجتماعي يعين الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي. نظام اجتماعي يعين الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي، تبدأ من انتهاء فترة إيه؟ الاضطرابات. تبدأ من انتهاء فترة الاضطرابات وبداية الاستقرار والأمن. إيه اللي حصل هنا؟ يودي استقرار وأمن، توافر الحدود الطبيعية. تمام؟ نستنتج من خلال تحليل الخريطة المقابلة أن منفذ الالتقاء الحضاري بين حضارة مصر الفرعونية وحضارة بلاد اليونان تتمثل في حدود مصر الشمالية. أي من عوامل قيام الحضارة الآتية في مصر تعبر عنه الصورة المقابلة؟ نهر النيل؟ لا. موقع متميز وثروات معدنية؟ الثروات المعدنية والعوامل البشرية، عوامل بشرية ومناخ معتدل. هقول له دي تمائم يعني فيها معادن، والمعادن دي متشكلة عن طريق الإنسان، يبقى ثروات معدنية وعوامل بشرية. أي من الحرف الآتية كانت الأكثر تأثيرا على تحقيق الالتقاء والتواصل بين الشعوب قديما؟ زراعة، صناعة، تجارة، رعي. التجارة. حصل تأثير وتأثر عن طريق تبادل الشعوب للغلات. ترتبط الصورة المقابلة بعاملين من عوامل نشأة الحضارة. هما ايه؟ وفرة الثروات المعدنية والموقع الجغرافي المتوسط، كفاح الإنسان ووجود الأنهار العذبة. موقع جغرافي متوسط وكفاح الإنسان، وفرة الثروات المعدنية ووجود الأنهار العذبة. طب هنا في مين؟ في الإنسان. ودي ايه؟ ودي مياه. يبقى كفاح الإنسان ووجود الأنهار العذبة. تمام كده؟ يعد التواصل أحد سمات الحضارات ويؤدي ذلك إلى التواصل هيؤدي بينا إلى إيه؟ أنت لما يكون عندك فكرة وأنا عندي فكرة ونتواصل بين بعضينا كده، يبقى أنا باخد منك وبديلك. هيؤدي ذلك إلى إيه؟ توحيد الهوية الثقافية، التطور الإبداعي في كافة المجالات، طغيان حضارة على أخرى، اندماج الحضارات. التطور الإبداعي في كل المجالات يتضح في ضوء تحليل الخريطة المقابلة أن موقع مصر البحري ساعد على تواصلها الحضاري قديما بصورة مباشرة مع عدة حضارات. بس الحضارات اللي جاية دي بيخرج عنها مين؟ الرومان؟ لا. اليونان؟ لا. فينيقيا؟ لا. يخرج عنها بلاد العراق، لأن بلاد العراق اهي بعيدة عن مصر في المسطح المائية وبتطل اهو على بحر قزوين. والسؤال بيقول لي المسطح المائي، مصر بتطل مشتركة مع المسطح المائي مع بلاد فينيقيا واليونان والرومان، يبقى بيخرج عنها حضارة بلاد العراق القديم. ساعد نهر النيل على تحقيق التكامل والتكافل بين المصريين القدماء من خلال التكافل
والتكامل. انحداره من الجنوب إلى الشمال، اهتمام المصريين بالتواصل الحضاري، توحيد الجهود لمواجهة الفيضان، وجود الجنادل في مجراه. انحداره من الجنوب إلى الشمال. أي من القيم التالية اكتسبها المصريون القدماء من نهر النيل وساهمت في الحفاظ على مواردهم؟ التكافل ولا التضامن ولا التواصل مع الآخرين ولا التكامل؟ في قيم اكتسبها المصريين من نهر النيل احنا عارفينها، بس القيمة دي ساهمت في الحفاظ على مواردهم. التضامن. لعب المناخ دورا مكملا لدور نهر النيل. نهر النيل يعمل ايه؟ يعمل زراعة. المناخ يعمل ايه؟ يعمل تنوع. نهر النيل عمل الزراعة، عمل ايه تاني؟ عمل تبادل. الاتنين دول كملوا بعض في قيام الحضارة المصرية القديمة من خلال تنشيط حركة التجارة الداخلية، حماية الآثار من الاندثار، تحقيق الاستقرار الداخلي، حماية الأمن القومي المصري. الاتنين دول حصل فيهم ايه؟ عملوا تنشيط حركة التجارة الداخلية. يتضح من خلال الخريطة المقابلة تمام مدى اتساع إمبراطورية الإسكندر الأكبر وتفرد مصر به. وجود الأراضي الساحلية الخصبة، وفرة المياه العذبة، الإشراف على البحرين الأحمر والمتوسط، المناخ المعتدل والموقع الممتاز. الإشراف على البحرين الأحمر والمتوسط. تعد من العوامل التي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة. تعد من العوامل التي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة ووفرت معظم المصادر الأولية لدراسة التاريخ. يعني من العوامل ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة وفي نفس الوقت هي مصادر أولية. تواصل حضاري، موقع جغرافي، جفاف المناخ، ولا وفرة المعادن والصخور؟ وفرة المعادن والصخور. تمام؟ نستنتج من تحليل الخريطة المقابلة أن العامل المشترك في قيام كل من حضارتي مصر الفرعونية وبلاد العراق القديم، يعني في عامل من العوامل في وجه ارتباط وفي عامل مشترك. في عامل مشترك بين مين؟ بين مصر والعراق. الاتنين دول عندهم حضارة. طب دي حضارة زراعية ودي زراعية. دي عندها مين؟ نهر النيل. ودي عندها مين؟ دجلة والفرات. طب دي نهر النيل ودي دجلة والفرات، يبقى الإشراف على نفس المسطح المائي نفس مسطح مائي؟ لا. الموقع كملتقى لقارات العالم القديم؟ برضو لا. انتشار البيئات الفيضية؟ أيوة انتشار البيئات الفيضية. ولا الانعزال عن الحضارات المجاورة؟ برضو لا. يبقى العامل المشترك الاتنين عندهم نهر نيل، يبقى الاتنين عندهم زراعة، يبقى عندهم بيئات فيضية يعني أراضي زراعية. الأسئلة المقالية: حدد الأثر الدال على التكامل بين المناخ ونهر النيل في قيام الحضارة المصرية القديمة. المناخ عمل ايه؟ عمل تنوع.
المناخ عمل تنوع في الغلات، يعني المحاصيل الزراعية. نهر النيل عمل ايه؟ عمل تبادل في الغلات تبادل يعني تبادل في المحاصيل الزراعية. فدول عملوا ايه الاتنين دول؟ عملوا على التكافل والتكامل. الجنادل التي اعترضت مجرى نهر النيل جنوب مصر كان لها أثر إيجابيا. أثرها الإيجابي إيه؟ حماية طبيعية لمصر. في ضوء العبارة السابقة أحدد إيه؟ الأثر السلبي لوجود الجنادل بمجرى نهر النيل على مصر الفرعونية. الأثر السلبي للجنادل إن هي اعترضت الملاحة النهرية، وبالتالي عملت ايه؟ عملت بطء في التجارة الداخلية. وهب الله مصر مناخا معتدلا وشمسا مشرقة وسماء صافية. في ضوء العبارة السابقة وضح كيف أن تستفيد مصر من هذا المناخ في الوقت الحاضر. يا سلام يا سلام، ما زي مصر تستفيد باشا. شرم الشيخ وغردقة ومراسي والدنيا والساحل. تنشيط السياح، تنشيط السياح. مصر تستفيد ايه؟ تنشيط السياح صيفا وشتاء، حلاوة شمسنا وخفة ظلنا، والجو عندنا ربيع طول السنة. ترجع عظمة نهر النيل إلى تكوينه الطبيعي. تمام. تكوينه الطبيعي بينحدر من الجنوب إلى الشمال. الأثر الاقتصادي لانحدار نهر النيل من الجنوب إلى الشمال في مصر الفرعونية. إيه الأثر الاقتصادي؟ ساعد على التجارة الداخلية بين المصريين. وأثره الاقتصادي إن هو بس حدد لي من الجنوب للشمال، يبقى من الجنوب للشمال يبقى عمل على سرعة التجارة الداخلية، وجود حركة للتجارة الداخلية، تنشيط الاقتصاد المصري عن طريق التبادل والتكامل بين المصريين جنوبا وشمالا. ذكر جمال حمدان في كتابه شخصية مصر حجر الزاوية في الثلاثية القارية التي يتألف منها العالم القديم عذرا، والدولة الوحيدة التي تلتقي فيها قارتان وتقترب منها ثالثة. في ضوء النص السابق، ما مقترحاتك استثمار موقع مصر الجغرافي في الوقت الحاضر؟ بناء الفنادق السياحية واجتذاب السياحة والسياح. ايه تاني اللي مصر تقدر تعمله؟ التبادل الثقافي والعلمي والسياحي والاقتصادي بين الدول المجاورة. عيش وتعايش، عيش وتعايش. السؤال ده بيقول لك ايه؟ عيش وتعايش. ادي يا باشا وما تقلقش. تمام؟ ادي من مخيلتك بس في نطاق حدود مصر وتواصلها الحضاري. تمام؟ بعثات علمية اتكلم، تواصل حضاري اتكلم، تواصل اقتصادي اتكلم، تمام؟ الترويج للسياحة المصرية اتكلم. بس كده. ولحد هنا نكون خلصنا الوحدة الثالثة كاملة لفرسان أولى ثانوي
كان معكم مستر نصر حمدي مدرس مادة التاريخ للصف الأول الثانوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.